الطاسيلي نازجر متحف طبيعي تمازجت فيه الجبال الصخرية بالكثبان الرملية الذهبية. توجهت نحوه هذه الأيام بوصلة السياح القادمين من مختلف دول العالم لاكتشاف جمال الطاسيلي. تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات خلال آخر سنة جعلت الأمور أكثر سهولة، وهذا ما يعزز فرص قدومنا هنا مجددا. This is my first time in Algeria and I'm super excited to be here. أتواجد في الجزائر لأول مرة وأنا جد مسرورة بالتواجد في صحراء الجزائر الجميلة. إنها تجربة رائعة. لقد لقينا ترحيبا منقطع النظير. أتمنى أن أعود مجددا. شكرا لكم. لقد استمتعنا كثيرا بقيادة السيارة على الكثبان. الظروف تشجعنا على القدوم مرات أخرى للاستمتاع في هذا الإطار الرائع. ما تحتويه الطاسيلي نازجر من رسومات ونقوش صخرية تروي التاريخ العريق للمجتمع التركي أهلها لأن تصنف ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم. كل شيء جميل هنا. لقد بقيت مدهوشة مما رأيته، بداية من الرحلة ووصولنا إلى هنا وكل ما شاهدناه خلال تواجدنا بينكم. لم أكن أتوقع أن أشاهد كل هذه الأمور التي تشجعنا على العودة مجددا رفقة كل هذه المجموعات الرائعة. إن المناظر رائعة وفقط تصوراتنا، لا يسعنا الحديث عنها. إنها أحاسيس ستشعرون بها لدى وصولكم هنا. نشكركم على حفاوة الاستقبال. شكرا على كل شيء. استقبلنا وفد سياحي يتكون من 42 سائح. الجنسية نتاعهم إيطاليا، أمريكان وإسبانيا. واليوم إن شاء الله ينطلق الوفد السياحي عنده 15 يوم على تراب الولاية. رئيس الجمهورية أعطى أهمية بالغة وقصوى لقطاع السياحة الذي يعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ونحن هنا نعمل على ترقية هذا القطاع الذي لديه مستقبل واعد إن شاء الله على مستوى هذه الولاية. الموروث الثقافي وما يحتويه من رقصات فولكلورية وتحف تقليدية مشهد آخر يستهوي السياح لزيارة الطاسيلي نازجر، خاصة مع عطل آخر السنة.